خاوتنا المغاربه بعيدا على المهزله التحكيميه تاع ضربه الجزاء، سامحوني ما عندكمش منتخب قادر ينافس على كاس افريقيا بطريقه شرعيه ويربح بالون. منتخب تائه حرفيا يلعب غير على الفرديات اللي عنده. ابراهيم دياز، اشرف حكيمي كيرجع اليوم، وفي دور المجموعات ايوب الكعبي. لا طريقه لعب لا اسلوب. منتخب كيطيح مع الفرق اللي تلعب ببلوك با تتلف لهم كامل ويوليو يطرشوا برك، اللهم الا كاش مجهود فردي. المغرب تنزانيا بعدا منتخب تاهل بزوج نقاطي سابقه في تاريخ كره القدم، ما قدرتوش تربحوا وكانوا قادرين يقسيوكم لولا الرعونه تاع المهاجمين ديالهم. بلا ما نساو اللي يعود ليه الفضل الاول باش تاهلتوا للماتش الجاي الحكم. سمحوا لي، ظلم تحكيمي ماشي نورمال. بينالتي اعترفتوا نتوما بها قبل الخصوم، والصحافه العالميه كامل راهي تهضر عليها وتقول باللي بينالتي صحيحه 100%. واش كان لازم يصرى باش يسيف ليها؟ الجوار تاع تنزانيا طاح ويد اللاعب تاع المغرب ماسينا مازالت لاصقه في كتفه، والمشكل في الدقيقه الاخرى. والمهزله هذه قدام انظار شكون؟ رئيس الفيفا جياني انفانتينو ورئيس الكاب باتريس موتسيبي، في صوره تزيد تسيء للتحكيم والكره الافريقيه اكثر. شفنا باغ اكزومبل مصر كي نظمت كاس افريقيا 2019 مايغري كانت في بلادها، ما شفناش مهازل تحكيميه كيما هكا. الحاصل انه المغرب بهذا المستوى في ربع النهائي مع الكاميرون ولا مع منتخب فور شويه كيما نيجيريا ولا السنغال ما راحش تافونسي، غير ويلا كان تحيز تحكيمي اكثر من اللي شفنا في الماتش تاع تنزانيا اليوم.